اسجين يا بطوط. حاضر يا بابا، ثانية. يا بنت اسجين عشان مش قادر اجوع. حاضر يا بابا لما اخلص الجيم. لو اتكلت عليك هنام من غير عشاء، هروح اشرب لوحده ومش عايز حاجه مني. خليك العب لغايه ما تشبع من التليفون. احسن برضك ما كنتش هقوم اصلا. ريستا قوم اسجيني. حاضر يا بابا ثانية. انت يا بنت بقول لك قوم اسجيني. حاضر يا بابا، اخلص الجيم وهقوم اجيب لك تشرب. تخلصي مين يا بنت الرفض؟ بقول لك قوم اسجيني. انت قاعد يا زفت، انت ازاي تضرب البت وانا قاعد؟ يا ابويا سيبنا اربي عيال انا بالطريقه اللي تريحني. اتفضل يا بابا. شكرا يا حبيبتي. شفت لما سمعت الكلام بقيتي شاطره وحلوه ازاي؟ حاضر يا بابا، انا هسمع الكلام على طول. وانا عشان سمعت الكلام هجيب لك حاجه حلوه. يا حبيبي يا بابا. ايه رايك بقى يا معلم في الطريقه دي؟ شايف نفعت ازاي؟ no. توه انت، توه واعمل نفسك مش واخد بالك. تفتكروا انهي طريقه افضل في التعامل مع الاطفال؟ انك تدلعهم ولا تشد عليهم عشان ما يتعودوش على الدلع ويسمعوا الكلام بعد كده؟ اكتب لي رايك في التعليقات، وانتظروا الجزء الثاني واعمل متابعه عشان تشوف كل جديد. سلام.